يا صباح الفل. الأول عايز أقول ألف مبروك لمنتخب الشباب تحت 17 سنة، كابتن أحمد الكاس. بصراحة عامل شغل هايل مع الفريق ده، وفريق ما شاء الله فيه شوية لعيبة مبشرين جدا زي حمزة عبد الكريم، بصراحة نجم الفريق، وبلال طلب ولاعيبة كتير، مش عايز أنسى حد طبعا، إبراهيم النجعاوي عمر عبد العزيز، لعيبه بسم الله ما شاء الله يعني مبشره جدا. بيتعادل امبارح مع فنزويلا، وفنزويلا كسبت منتخب انجلترا 3-0. ومش بس كده، لا، منتخب زي فنزويلا ده منتخب قوي جدا، كسب منتخب انجلترا 3-0. يعني زي ما بنقول كسب انجلترا 3-0، فانت كمان بتلعبه اكتر من نص ساعة ناقص لعيب. كان في طرد لمحمد حمد امبارح، اللي لازم كابتن احمد الكاس يقرص عليه شويه، لان الانانيه كنت اتكلمت فيها قبل كده في الفريق ده عاليه قوي. محتاجين خبرات وكل حاجه، لكن في حاجات في الكوره مش محتاجه. يعني محمد حمد امبارح رايح ومعاه 3 زمايله على 3 مدافعين من فنزويلا، وراح لوحده كده، راح شايط. انت معاك 3 تاني، يعني انتوا 4 على 3. فعشان كده بقول يمكن كابتن احمد الكاس محتاج يتكلم شويه مع الولاد، لان الحاجات دي ممكن نندم عليها، واحنا مش عايزين كده. يعني انتوا بتعملوا حاجه كويسه قوي لنفسكم. عايز برضو ابارك لجماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك فاز في سيمي فاينال السوبر المصري على بطل افريقيا. بيراميدز بطل افريقيا. قدر يفوز عليهم في ظروف صعبه جدا. ظروف ايه اللي صعبة؟ ظروف كتير جدا، غيابات بالجملة. يمكن بيجي نجم الفريق خوان بيتزيرا بيتصاب قبل البطولة على طول. آه هبوط حاد في المستوى، لعيبة كتير أساسيين ومهمين زي حسام عبد المجيد، إصابة محمد صبحي الحارس الأساسي، علشان يجي عواد من بيتهم يكسب الزمالك كالعادة في ضربات الجزاء. ففي ناس بتتكلم ان الزمالك ادى بشكل سيء. الكلام ده انا مش متفق معاه تماما. الزمالك لعب ماتش كويس جدا. أه بحاول امشي او اعمل سيناريو للماتش يناسبني، يناسب قدراتي. انا بلعب على اني اقفل الجيم. بالنسبه لفريق زي بيراميدز عنده العديد زي ما بنقول من الاسلحه الهجوميه. فريق زي بيراميدز امكانياته عاليه جدا، فبحاول اقفل له قلب الملعب، بحاول اطلع الشوط الاول بدون ما استقبل اهداف، وادخل الشوط التاني ابقى محمله بضغوطات اكتر. هو عايز يكسب لان هو مفروض ان هو الاقوى، او ان هو اللي فرصه اعلى في الماتش، فبالتالي بيهجم عليا بشكل اكبر، فبالتالي بيبقى في مساحات في الملعب تسمح لي ان انا اشتغل على التحولات اللي انا عايزها. فانا بقول شابوه لاحمد عبد الرؤوف، مدرس فرقه بيراميدز كويس جدا، اشتغل عليها كويس جدا، اشتغل على قد امكانياته. يمكن كمان الحظ والظروف ما ساعدتوش. يعني هو بادئ المباراة دي بعدي الدباغ وينج رايت، وعدي الدباغ مش وينج رايت. بادئ بمحمود بنتايج وينج ليفت، ومحمود بنتايج مش وينج ليفت. فالاتنين يتصابوا، لان انا اصلا ما عنديش وينجات جاهزة. شيكوبانزا طبعا بره الخدمة تماما، لكن انا ما عنديش وينجات جاهزة، فوظفت ناس، الناس دي اتصابت. فطبعا لا، هو بيلعب في ظروف صعبة جدا، إمكانيات المتاحة قليلة جدا. يمكن عايزين نتكلم بصراحة، الزمالك في الانتقالات اللي فاتت جاب العديد من الصفقات اللي لا تصلح إن هي تلبس تيشيرت نادي الزمالك. خلينا نكون بنتكلم بصراحة، أنا بحب عمرو ناصر جدا، بحب أحمد شريف جدا. آه في حد كمان، آه شيكوبانزا. التلاتة بصراحة يعني ما ينفعش يكملوا في نادي الزمالك اكتر من كده. نادي الزمالك محتاج في التدعيمات اللي جايه وينجين بشكل ضروري جدا، راس حربة قوي بشكل ضروري جدا. لكن بنرجع نقول ألف مليون مبروك لنادي الزمالك التأهل. يمكن الماتش النهائي بكرة بإذن الله، أهلي وزمالك. مجلس أبو ظبي المنظم للبطولة قرر إنه يجيب حكام أجانب
للمباراة دي. بصراحة فضحتونا يعني. آه، محمود البنا ومحمود عاشور عملوا فضيحة، فضيحة في ضربة جزاء ما ينفعش، ما تتحسبش تحت أي حال من الأحوال. لكن خلينا نكون صراحة، القيمة التسويقية للبطولة بتزيد لما النهائي بيبقى أهلي وزمالك، فكان لازم الأهلي يصعد، ما ينفعش الأهلي يتحسب عليه ضربة جزاء. السؤال، الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس، كنت اعمل بطولة من ماتش واحد. ليه تبهدل سيراميكا وبيراميدز معاك وانت كده كده يعني معروف سيراميكا وبيراميدز تالت ورابع واهلي وزمالك اول وتاني؟ طب ما كنت اعمل ماتش واحد وخلاص. يعني المشكلة ان سمعتنا بره مصر بقت وحشة جدا، بطولة بتغطيها قنوات عربية، ناس كتير بيتفرجوا عليك واصلا عندهم فكرة وحشة عن نظام البطولة والمسابقة عندك، وانت بتأكد الكلام ده. يعني انت بتأكد الكلام ده، ف تيجي تقول للناس في فريق معين بيكسب كده، يقول لك لا احنا بطولاتنا حلال في وجهة نظركم. لكن اللي بيحصل ده عين الحرام يعني. ف خلاص، خلصت عدت، والاهلي بقى في نهائي البطولة، ومنتظر ان شاء الله كلاسيكو ولقاء قمة جديد بكرة ان شاء الله. اتمنى من ربنا التوفيق للاعيبة نادي الزمالك وللجهاز الفني، حسن الاختيار. انت لما بتيجي تختار التيم بتاعك او اللعيبة بتاعتك بتفرق معاك في البداية، وبتفرق معاك في الاداء، وبتفرق معاك في كل حاجة. انا بس عايز اقول حاجة مهمة، ان نادي الزمالك كان في افضل حالاته لما سيف الجزيري كان موجود في الملعب، انت ما بدأتش بيه. يمكن كنت قلت لصديق برضك هو بيعمل برنامج على اليوتيوب، آه، الصديق أحمد عباس، قلت له لازم استغل الفوقان بتاع سيف جعفر في ان انا لعبه ما كانش كوبانزا، ده ايام ما كان خوان بتزيرا سليم، علشان احل الازمة بتاعة الجبهة الشمال. فسيف جعفر كان لازم يبقى ليه دور. لما سيف جعفر نزل لعب ناحية الوينج رايت، الزمالك بان بشكل احسن من عدي الدباغ واحسن من احمد شريف، يعني الاتنين لعبوا في المكان ده قبل ما سيف ينزل. فده اللي انا بتكلم عليه، لازم اختيار مش بقول ان سيف يلعب اساسي طبعا، هي راجعه لاختيارات عبد الرؤوف، هو يعمل طبعا اللي هو شايفه صح، لكن انا بتكلم على اختيارك للعيب اللي يقدر يشتغل في الحتة دي. يعني انت لما لعبت بنتايج انا كان عندي ثقة ان بنتايج يقدر يشتغل الحتة دي كوينج ليفت. انا بقول لك برضو لو بتزيرا مش سليم، في عبد الحميد معالي وفي سيف جعفر، الاتنين يقدروا يلعبوا القصة دي، يقدروا يأدوا الواجبات الهجومية، يقدروا يأدوا الواجبات الدفاعية، وكمان لأن هما لعيبة خفاف وصراع يقدروا يخدموك جدا 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 في التحولات. أتمنى إني زي ما بقول نبدأ المباراة بشكل سليم، علشان ما الوقت اللي لو بدأنا بشكل غير سليم، الوقت اللي احنا هنقضيه على بال ما نصحح الأوضاع هيفرق معانا كتير جدا. محتاجين إن احنا كل دقيقة نكون مركزين فيها، نكون بنلعب بالشكل الأمثل بالشكل الصح، علشان إن شاء الله البطولة تؤول في النهاية إلى مكان البطولات الحلال في 100 عقبة إن شاء الله. فبإذن الله الزمالك بكرة يفرحنا، وإن شاء الله نتقابل بعد المباراة، وبإذن الله نكون فرحانين كلنا. السلام عليكم.